الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أول ما أستفتح به المقال هو حمد الله ذي العزة والجلال الذي جمعني بإخواني الطيبين من أهل هذا المسجد، ابتداء بالمسؤولين عنه وانتهاء بالذين يؤمون. أشكركم شكرا جزيلا وأثني عليكم ثناء جميلا، وأبشركم أن جلوسكم هذا هو نوع من أنواع نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلموا أن الذي وفق لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم بوسيلة من الوسائل إنما هو شرف له، وإلا فإن الله عز وجل قد توكل بنصر نبينا صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقال وهو أصدق القائلين: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. فوالله لا ينصر محمدا أحد إلا ونال الشرف بنصرته، وأنتم إن شاء الله فيما أحسب قد نلتم نصيبا من هذا الشرف بحضوركم هذه المجالس التي تعقد في هذا المسجد المبارك تحت عنوان نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما سمعتم معشر الأحبة في الله أن كلمتي تتناول هذا الموضوع المهم وهذا الموضوع الكبير، وهو دور الإعلام في نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكون صادقا معكم، إن هذا الموضوع كان ينبغي أن يتناوله متخصص في الإعلام، كان ينبغي أن يتناوله شخص متخصص في الإعلام متدين حتى يطرح هذا الموضوع طرحا إيمانيا دينيا لا علمانيا ملحدا. ولكن لعل الله سبحانه وتعالى يوفق إخواننا القائمين لاختيار هذا الشخص في مستقبل الأيام. وأقول هذا أيضا حتى أعتذر لإخواني إذا وجدوا ثغرات في هذا الجانب، وهو دور الإعلام في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فليعلموا أنني لست متخصصا في باب الإعلام. أريد أن أشارك مع إخواني الفضلاء وأسهم معهم في هذا السياق، وهو نصرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معشر الأحبة بالله، وسائل الإعلام، وسائل الإعلام ما هي؟ وسائل الإعلام يا إخوان هي مجموعة من المواقع التي من خلالها تصل أخبار ومعلومات. ووسائل الإعلام هذه الكلمة الحديثة إذا أردنا أن نحدد تاريخها في الحقيقة كانت موجودة في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى أن عصرنا يشهد تطورا ضخما وتطورا سريعا في هذا المجال، وهو مجال وسائل الإعلام. من وسائل الإعلام في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة كانت من وسائل الإعلام، حيث كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق أعواد المنبر أخبارا ومعلومات إلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين في مواضيع شتى. كذلك من وسائل الإعلام الشعر، حيث كان حسان رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي بأبياته على رؤوس الكفرة وفي نحور الفجرة، وكان يبشره النبي صلى الله عليه وسلم ويحرضه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فيقول له عليه الصلاة والسلام: أهجهم حسان وروح القدس معك. ومن وسائل الإعلام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلكم الرسائل والكتب التي كان يبعثها المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قيصر وكسرى وغيرهما. وتطورت كما قلت وسائل الإعلام اليوم، وصارت هناك القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والإذاعات والمحطات
والجرائد والمجلات وغير ذلكم. ونحن يا إخوان إذ نتحدث عن وسائل الإعلام نريد بها الوسائل العصرية الموجودة اليوم. هل هذه الوسائل الإعلامية يلقى عليها جانب أو يلقى عليها قسط من المسؤولية في نصرة سيد البرية صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، وسائل الإعلام من أهم من يقوم بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا علمنا أن أعداء الإسلام والمسلمين يتخذون من وسائل الإعلام أهم توكاء، أهم ما يعتمدون عليه في إرسال شرهم وإساءتهم واستهزائهم بالإسلام وبنبينا صلى الله عليه وسلم. إن هذه الاستهزاءات كانت في مجلات، وكانت في جرائد، وكانت في أفلام ومسلسلات بثت عن طريق ماذا؟ عن طريق القنوات الفضائية وعن طريق المواقع الإلكترونية. والله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إذن وسائل الإعلام لابد أن تعي أنها مسؤولة عن الدفاع وعن نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن وسائل الإعلام هذه في الحقيقة تحوم حولها إشكاليات كثيرة. هل يملك المسلمون وسائل الإعلام؟ سؤال عريض وكبير ويحتاج إلى جواب طويل. وإذا كنا نملك وسائل الإعلام، هل الذين يملكون وسائل الإعلام متدينون يطرحون ما يطرحون في وسائل الإعلام طرحا دينيا قائما على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم أنهم يطرحون ما يطرحونه في وسائل الإعلام بعيدا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قلت والله هناك إشكالات كثيرة حول هذا الموضوع، ولكن في علمنا أن هناك بعض وسائل الإعلام التي نحسن فيها الظن وأنها إن شاء الله تعالى تحسب على وسائل الإعلام الإسلامية التي تسمى بهذه التسمية، وسائل الإعلام الإسلامية. فنحسن فيها الظن أنها إن شاء الله مؤهلة لكي تتشرف بالقيام بهذا الواجب العظيم. معشر الأحبة في الله، أهم ما ينبغي أن تحرص عليه وسائل الإعلام وهي تريد أن تنصر نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أهم ما ينبغي أن تحرص عليه مجموعة من الأمور أعتبر أن أهمها إذا استطاعت أن تصل إليه هو الحوار مع الغير، مع الآخر، كما يقولون بالعبارة اللطيفة، الحوار مع الآخر. إن هذا الآخر هو الغرب، وهذا الغرب لم يحدث بدعة لما استهزأ بنبينا صلى الله عليه وسلم، إنهم استهزأوا به صلى الله عليه وسلم في حياته. إنا كفيناك المستهزئين، ولا يزالون يستهزئون به، بل ولا يزالون يحقدون على الإسلام والمسلمين بوسائل شتى. والسبب يا إخوان واضح ليس بخفي. إن الله عز وجل لما أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فتح الله تعالى به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفتح القلوب قبل أن يفتح الأرض، وانتشر الإسلام وعم والحمد لله رب العالمين. وتبع هذا الانتشار سقوط إمبراطوريتين عظيمتين كانتا تحسبان في الدول الخالدة. الإمبراطورية الأولى هي إمبراطورية الفرس، والإمبراطورية الثانية هي إمبراطورية الروم. فلما ذهبت هاتان الدولتان والإمبراطوريتان العظيمتان تولد حقد من قبل الفرس
وتولد حقد من قبل الروم. وأنا اليوم لا أتحدث عن الحقد الدفين الذي تولد من قبل الفرس، ولعل الله تعالى سيتيح فرصة ربما في مناسبة من المناسبات لكي نبين معشر الأحبة في الله خطورة الشيعة والتشيع. فالإسلام يحارب من قبل الفرس تحت غطاء الشيعة والتشيع، والإسلام يحارب من جهة الغرب من خلال اليهود والنصارى، وبالذات من خلال اليهود الذين يسيرون النصارى الآن ويقودونهم ويتحكمون في زمام أمورهم. الروم لما سقطت دولتهم حقدوا على الإسلام وصاروا يبحثون عن أي وسيلة يصلون بها إلى هدم الإسلام وإلى تشويه الدين وإلى النيل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا معشر الأحبة في الله استمر قرونا طويلة إلى يومنا هذا. ومن حقدهم أنهم في كل مرة يستهزئون بأول رجل في هذه الأمة الذي يزن هذه الأمة، يزن في ثقله المعنوي وثقله الديني وثقله الإيماني، يزن بأمته التي كان سببا في هدايتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت ينبغي أن تعتني وسائل الإعلام إذا كانت تريد أن تنصر سيد الأنام صلى الله عليه وسلم بالحوار، وهو الجدال بالتي هي أحسن، التي أرشد إليها أو الذي الجدال أو المجادلة. الجدال وهو الذي أشار إليه القرآن الكريم في قوله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لماذا اخترت هذا الأمر بالذات؟ لماذا ركزت على هذا الواجب بالذات، مع أن وسائل الإعلام إذا أرادت أن تنصر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تملك وسائل أخرى، تملك الأفلام الروائية. وأنا أؤكد على هذا، الروائية. ما معنى الأفلام الروائية؟ الأفلام الروائية يا إخوان هي التي نتتبع فيها مثلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من غير ظهور شخصيات تمثل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام. فأنت ترى المدينة مثلا، وترى مكة، وترى المواقع والمواضع التي تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمع تعليق الراوي وهو يسوق لك الروايات متتابعة متسلسلة مترابطة موثوقة بلغة فصيحة بلغة سهلة، يعني في متناول الناس. هذا الذي نريده. أما أن يمثل شخص النبي صلى الله عليه وسلم في فيلم، أو أن يمثل شخص أحد الصحابة في فيلم، فهذا لا يجوز، بل هو محرم عند جماهير علمائنا المعاصرين. بل إن أعلى مؤسسة في الاجتهاد الجماعي وهي المجمع الفقهي خرجوا بقرار مفاده تحريم تمثيل فيلم فيه تشخيص للنبي صلى الله عليه وسلم أو فيه تشخيص لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأن هذا إساءة إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإساءة إلى أصحابه. ومن أساء إلى أصحاب محمد فقد أساء إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ألم يقل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي؟ والسب لا يكون باللسان فقط، قد يكون بالإشارة. ويل لكل همزة لمزة. قيل الهمز باللسان واللمز باليد. وعائشة لما قالت رضي الله عنها: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة، بالإشارة. قال: لقد قلت كلمة
أي بالفعل، لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لغيرت لونه وريحه وطعمه. إذا من يسيء إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد أساء إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لأن القدح في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنك تقول والعياذ بالله واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنك تقول رجل سوء له أصحاب سوء، رجل سوء له أصحاب سوء. وهذا مفاد دين الشيعة، فالشيعة الذين يلعنون الصحابة ويسبونهم مفاد اعتقادهم في الصحابة هذا، رجل سوء له أصحاب سوء والعياذ بالله. إذن يا إخواني، أعني بالأفلام الروائية ما سمعتم، كذلك من الأفلام الوثائقية التي تعرف بنبينا صلى الله عليه وسلم وبسيرته من خلال التوثيق، كمثلا بيان مواضع المدينة التي حدثت فيها بعض حوادث السيرة كبدر وأحد، أو كذكر أو كتصوير بعض الكتب التي ثبت مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى قيصر أو إلى كسرى أو غير ذلك. وهذا الباب يا إخوان يحتاج إلى تفاصيل يعني كثير. كذلك المحاضرات والدروس وإنشاء مجلات وتأليف كتب مستقلة، هذا يكون تابعا لوسائل الإعلام. قلت يا إخواني وسائل الإعلام عندها أعمال كثيرة تستطيع أن تنصر بها نبيها صلى الله عليه وسلم، ولكن في تقديري أن أهم ما ينبغي أن تعتني به وسائل إعلامنا هو الحوار. ما معنى الحوار؟ هو الجذاب الذي أحسن. ما معنى الجذاب الذي أحسن؟ هو أن نلتقي بهم أو أن تصل كلمتنا إليهم وننتظر الجواب منهم ونحن لا نخاف أحد. أتدرون لماذا؟ لأن ما عندنا من الدلائل الدامغة والبراهين الساطعة ما يجعلنا على يقين بأننا سننتصر في كل المناظرات، ولكن لا يتصدى لهذا إلا أهل الاختصاص الذين ينصرون الإسلام ويكسرون الكفر. ولا يجوز لمسلم غير مؤهل أن يقتحم هذا الباب، لأنه سيكون وبالا علينا وسيكون عارا علينا وسيسيء إلى الإسلام وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال عجزه عن الإجابة عن شبهات الآخرين، عن شبهات الغرب، عن شبهات الغير. ولهذا معشر الأحبة بالله لا يدخل باب الحوار وباب المناظرة والمناقشة إلا الأفذاذ من علمائنا، إلا البارزون من مشايخنا الذين تشبعوا بالقرآن وسنة سيد الأنام وفقهوهما واطلعوا على شبهات هؤلاء وفندوها بالنقل والعقل معشر الأحبة في الله. وهذا الحوار معشر الأحبة بالله الذي أدعو وسائل الإعلام إلى التركيز عليه لا أعني به ما يسمونه بزمالة الأديان أو بصداقة الأديان أو بمقارنة الأديان، لا أعني به هذا. إن الدعوة إلى زمالة الأديان أو إلى المقارنة بين الأديان دعوة باطلة، وقد أبطلها القرآن الكريم وأبطلها نبينا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. طبعا أقرب إليكم معنى هذا المصطلح زمالة الأديان ومقارنة الأديان. هناك يا إخوان طوائف من المسلمين وطوائف من اليهود والنصارى يتبنون هذا المبدأ، وهو قالوا ما دام أن هذه الديانات سماوية، الإسلام واليهودية والنصارى ما دامت سماوية، إذن عندنا نقاط اشتراك، عندنا نقاط نشترك فيها، فلماذا لا نجتمع ونحاول أن نقلل من المسافات التي تبعدنا، نحاول نقلص من المسافات التي تبعدنا بحيث يتقارب أحدنا من الآخر. واضح الكلام؟ وهذا يا إخوان في الحقيقة هو كلام في ظاهره ربما فيه بعض الحق،
ولكن يراد به الباطل. هم لا يريدون منا إلا أن نتبعهم، لا يريدون منا إلا أن نتبع ملتهم. ولهذا قلت لكم الله أبطل هذا فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وربنا يقول قل يا أهل الكتاب، اسمعوا هذه الآية التي تقسم يا إخواني هذا الشعار وهذا المصطلح. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا ما حبوش وما رضوش بهذا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى في الآية التي أشرت إليها ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذا نحن لا ندعو إلى زمات الأديان وصداقة الأديان والمقارنة بين الأديان، فديننا كما تعلمون جميعا هو الدين الخاتم، هو الدين الناسخ لكل الشرائع السابقة. والواجب على كل من بلغه هذا الدين أن يؤمن به، وأن يؤمن به كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يهودي أو نصراني يبلغه هذا يعني الدين فلا يؤمن به إلا دخل النار. ما من يهودي ولا نصراني يكون اليهودي يؤمن بموسى عليه السلام والتوراة التي أنزلت عليه، أو نصراني يؤمن بعيسى عليه السلام والتوراة التي أنزلت عليه، ثم تأتيه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بها إلا دخل النار، لأن الذي أرسل موسى عليه السلام وموسى عليه السلام هو الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معشر الأحبة في الله، إذا قلت ما قلت حتى لا يلتبس عليكم الأمر، لأن بعض الناس يعرفون المصطلحات وربما يقولون إن هذا العبد يدعونا إلى المقارنة بين الأديان وإلى زماس الأديان وإلى مصادقة الأديان. لا، أدعوكم إلى ما دعانا الله عز وجل إليه، وهو حوار أهل الكتاب ومناقشة أهل الكتاب، لأن ما عندنا من العلم والإيمان ما يجعلنا على يقين بأن مناقشتنا لهم ومناظرتنا لهم ستكون في حسابنا وتكون في ميزاننا بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن لا يتصدى لهذا يا إخواني إلا الأفذاذ، إلا المختصون، إلا أصحاب العلم الراسخ في هذا المجال، مجال المناظرة والمناقشة وإبطال الشبهات. ثم يا إخواني تبرز أهمية هذا الموضوع وهو الحوار مع الآخر عن طريق وسائل الإعلام في إيصال ما أنتجته عقول علمائنا الأذكياء في مؤلفاتهم التي لا نعرفها إلى حد الساعة، فيها مناظرات وفيها أجوبة وفيها ردود على أهل الكتاب. نحن مثلا نعرف أن شيخ الإسلام رحمه الله كان معتني بهذا المجال، وعنده كتاب عظيم اسمه الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح. هذا الكتاب في 6 مجلدات أو في 6 مجلدات. يا إخواني هذا الكتاب فيه ما نستطيع إذا وفقنا لفهمه وتلخيصه وترتيبه ما نستطيع أن نواجه به النصارى جميعا. في كتاب مختصر لتلميذه شيخ الإسلام الثاني هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، هذا أيضا فيه ردود على اليهود وفيه ردود على النصارى وفيه مناظرات وقعت لشيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله نستفيد منها ونستثمرها ونحن نحاور أهل الكتاب. هناك كتاب آخر اسمه الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب على الراجح، وهذا تخصصت فيه، لأبي العباس أحمد ابن عمر القرطبي المحدث صاحب كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. المشهور أن هذا الكتاب ينسب إلى أبي عبد الله المفسر صاحب الكتاب المشهور الجامع لأحكام القرآن، ولكن على الصحيح هو للمحدث. وقد حققت في هذا في دراسة الماجستير المنهج الأصولي لأبي العباس القرطبي من خلال كتابه المفهم
رحمة الله عليه، وجئت بأدلة لا تقبل الشك وإنما تفضي إلى اليقين. إذن هذا الكتاب أيضا يا إخوان من يطالعه يقف على رجل عظيم، على جبل في المناظرة، على جبل في المناقشة. فنحن يا إخوان نستثمر ما أنتجه لنا علماؤنا في هذا الباب، والكتب في هذا الموضوع كثيرة يا إخوان، الكتب في هذا الموضوع كثيرة والله. وكأني أرى أن علماءنا كانوا ينتظرون أن العلم سيضعف في المسلمين، وأن الأعداء سيقوون وسيتسلطون على الإسلام والمسلمين، وكأنهم حضروا لنا مادة خصبة، مادة رطبة، مادة طيبة، مادة زكية لكي نستثمرها في مواجهة هؤلاء الغربيين الذين يزعمون أنهم يملكون حرية التعبير. وما هي بحرية التعبير؟ وإنما هي حرية التعيير، أن تجرح 1.5 مليار بشعار حرية التعبير. هذا يا إخوان لا يقبله عقل ولا شرع ولا دين. والمقصود أن علماءنا وكأنهم شعروا بأن الأمة الإسلامية في تدهور، ولعله سيأتي عليها زمان تحتاج إلى مثل هذا العلم، فألفوا لنا مادة خصبة والله لو استثمرناها في حوارنا مع هؤلاء لألقمناهم الحجارة ولا ألجمناهم، فما استطاعوا بعد ذلك أن ينبسوا ببنت شفة كما يقول علماؤنا، أي أن يتكلموا بكلمة. إذن معشر الأحبة في الله، لابد أن تركز وسائل إعلامنا على هذا الباب، سواء عن طريق المناظرات التي يتقابل فيها رجالهم ورجالنا، أو عن طريق الكتابة فأنت تكتب وهو يرد ثم ترد على الرد، أو يكون عن طريق وسائل يعني الاتصال الحديثة، هذا الانترنت والهاتف وغير ذلك. معشر الأحبة في الله، شحال بقى لي الوقت باش نتكلم؟ باش عندي بزاف باش نتكلموا باش نعرف شحال بقى لي. 10 دقائق. نعم بارك الله فيك. نعم لا ما فيش مشكله، نهضر القيس باش تعطوا لي ان شاء الله. نعم لو كان تعطوا لي هكذا المجال نخرجكم حتى 12 ساعه بزاف عليكم 12 ساعه. نعم لا ما كاش اشكال ان شاء الله. بارك الله فيك. ما شاء الله احبتي في الله، تبرز اهميه اعتناء وسائل الاعلام بموضوع الحوار والمناقشه. أخرجوا لنا شجعانكم. تبرز هذه الأهمية في موضوع آخر قل من ينتبه إليه، والذي انتبه إليه هم علماؤنا. تعرفون يا إخوان المستشرقون اسم مأخوذ من كلمة الشرق يعني يقصدون به الشرق الأوسط، أين يوجد الإسلام والمسلمون وأين انطلق الإسلام. المستشرقون هم جماعة من علماء الغرب درسوا علوم الإسلام، درسوا علوم الشرق، حتى إنهم وصلوا إلى حد أنهم يتكلمون العربية أفضل مني وأحسن منك، يتكلمون العربية أفضل مني وأحسن، بل إن بعض المستشرقين يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب بالسورة والآية. تصور هذا الدرجة. إذن درسوا علوم الشرق يعني درسوا علوم المسلمين، واهتموا خاصة بجانب العقيدة التوحيد، وبجانب السيرة، وبجانب التاريخ، وبجانب الحديث. والمستشرقون يا إخواني الذين درسوا علوم الشرق ليسوا سواء، منهم وأنا أحاول أن أسرع من درس علوم الشرق بتجرد كما يقولون، بموضوعية، ما عندوش خلفيات، ادخل يقرأ علوم الشرق فانبهر يا إخوان، انبهر، وقف على شريعة عظيمة، وقف على دين كامل من كل الوجوه، فأسلم وصار جنديا من جنود الإسلام وعالما من علماء الإسلام. ومنهم من وقع له نفس الموقف، يعني ظهر واندهش، ولكنه أنصف الإسلام وقال فيه قولة صحيحة، ولكن لم يسلم. قال بلي هذا الدين دين كامل ليس فيه نقص ولا عيب، ولكن لم يسلم، لم يوفق، ما وفقوش رب العالمين.
ومنهم من درس الإسلام وهو أصلا حاقد على الإسلام، حاقد على هذا الدين، ولكن هذا الحقد هذا انطفأ شيئا فشيئا كلما توغل في دراسة علوم الإسلام، حتى انطفأ حقده فخرج وهو يشهد على أن هذا الإسلام دين عظيم من غير أن يسلم. والصنف الرابع وهو أخطر الأصناف بلا شك، هذا الذي درس علوم الشرق بحقد، وكلما اطلع على هذا الإسلام وعلى كماله ازداد حقدا. فهؤلاء هم الذين نتحدث عنهم الآن، مستشرقون حاقدون ابتداء ووسطا وانتهاء، يعرفون الإسلام ربما أفضل مني وأفضل منك. إذا أردنا نصنفهم فهم علماء بالإسلام، ولكن يحملون من الحقد والعداوة والإسلام الشيء العظيم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ماذا فعل؟ ألفوا كتبا في العقيدة، في التفسير، في التاريخ، في السيرة، في الحديث على فراق، ليس حبا في الإسلام والمسلمين، وإنما ألفوا كتبا ليجعلوها نمطا وليجعلوها نموذجا لبني جلدتهم، وكأنهم يقولون لهم إذا أردتم أن تعرفوا الإسلام فاقرأوا كتبنا. وعندما يقرأ الغرب كتبهم هل يعرف الإسلام؟ لا يعرف الإسلام، يعرف إسلاما آخر محرفا مبدلا مغيرا، نفث هؤلاء أحقادهم في سطور ما كتبوا، نفثوا الأحقاد بتاعهم الصموم بتاعهم في سطور ما كتبوا. ولهذا هؤلاء الغرب الآن أنا أقول لكم أكثرهم مضللون، لا يعرفون الحقيقة، والحوار هو الذي يكشف الحقيقة. والله يا إخوان، إن الذين يدخلون في الإسلام في الغرب إنما يدخلون بأبسط الأشياء بمعاملة بسيطة، معاملة والله يسير. وأنا الآن أستحضر ما شاء الله قصص نعم لإخواننا في الله عز وجل ممن خرج إلى بلاد الغرب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يذكرون لنا أشياء. مثال يا أخوان، تتصور محاضرة يحاضر فيها أحد الدكاترة الكبار في العالم الإسلامي، ويدخل أمريكي وألماني، واش جاو يديروا؟ شافوا الجمع هذاك قال لك خلينا ندخلوا نشوف. قعدوا يا إخوان يسمعوا المحاضر يتكلم، وأثناء الكلام يستشهد بآيات من القرآن يرتلها، فلاحظوا كاين تغاير. فكنها كمل المحاضرة سقساها الألماني والأمريكي، قالوا له سمعناك ما بين الكلام والكلام وكأنك تغني. هم هذاك واش عندهم علم؟ قال لهم لا هذا قرآن. وش القرآن؟ من ربي يفتح لهم الباب، باب الهداية. القرآن كلام الله. وش متى كلام الله؟ كذا 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 كذا. جاب لهم سلسلة وتاريخ نزول القرآن على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. هو اغتنم فصل، قال لهم يا معشر الناس الصبر والصبر، يا معشر المؤمنين الصبر، راح ندير واحد الأمر باش تعرفوا القرآن معجزة. قال لهم راح الآن تسمعوا مني الغناء اللي كنتوا عنه. فهو بدأ يدير نشيد